فيديو المفضل ليا وليكوا احلى منتجات ايفون. ما تنسوش ان كل الاوردرات بنشحنها دايركت على طول، فما تقلقوش، هو بيوصل خلال 5 ايام لاسبوع، فطمنوا اوردراتكم هتوصل ان شاء الله في الميعاد. بسيب لكم اسم الجروب بتاعي، وتعالوا نخش على طول على الفيديو نشوف احلى منتجات موجوده في الجروب. ايفون عامله اختراع يا بنات في الميك اب كير. هو لاين كده جديد، بيبقى ميك اب وفي نفس الوقت عنايه للبشره. ده فاونديشن سيرم، بيدي ضي تحفه جدا 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 اول ما بتحطيه. بصوا، هو بيدي درجة يعني تغطية متوسطة، لكنه بيوحد اللون البشرة للاستخدام اليومي، بيخفي العيوب البسيطة، اندمج حلو جدا جدا مع البشرة. يعني لو عندك حتة مثلا في بشرتك كده بتبقى جافة، او حتة في بشرتك فيه كده اجهاد او حاجه، لا هو بيعالجها، هو بيندمج معاه حلو قوي، ما بتبانش خالص، ما بيكلكعش، ما بيفرولش. زي ما قلت لكم هو بيدي تغطيه متوسطه، في SPF 30، وفي منه درجات كتير. لو انت بيضة تاخدي اللايت ايفوري، هو قوامه كده اشبه بالمائي، وسعره على فكره حلو، فحلو جدا برشحه لكم، فالحقوه. بنات الكريم ده جبته جديد من ايفون. هو سموثنج كريم، بينعم الايد، سموث وسوفتن وهايدريت. هو وظيفته الاساسيه بتبقى سموث وسوفتن. هايدريت يعني بنسبه اقل بصراحه، انا بكلمكم بامانه. هو نورمال تو اكسترا دراي سكين فعلا، 75 ملي. هينفعك جدا جدا في الشتاء. الفاكهه الاستوائيه دي هي مش معروفه في مصر، لكن ريحتها تميل ناحيه هي مش مانجا بس، يعني في السكه دي. فسعره حلو جدا وعليه اوفر، هحط لكم اسم جروبي. هستنى اوردراتكم يا ريت بسرعه، لانه ما بيقعد. يا جماعه في منتج جديد انضم للعائله هنا في الصفحه، ده كريم مية سينما، كريم تفتيح مؤقت. ده سر بياض الكوريين. ده كده بايا ما كانت درجتك هيليق عليكي، هو بيفتحك عن درجتك درجتين 3 كده. فاي واحده سمراء هتلاقوها بيضه، هتلاقوا ده المنتج ده السبب بيعمل كده. بس بيهدى، بيدي تنويره جميله، ما تحطش منه كميه. اهم حاجه بس قبلها بنرطب كويس جدا جدا جدا، او بنحط برايمر، بيطلعش ولا بالميه ولا بالنار، بجد تحفه تحفه تحفه. وبرايمر سنو برايت فيلفت، براند نظيفه جدا، ده بيملى المسامات، بينعم شكل الميك اب على بشرتك، بيجهز البشرة للميك اب، ممكن يتحط على البشرة كلها عادي جدا. وكمان بيمنع افراز الدهون، وبينعم شكل الخطوط جدا جدا جدا، بيخلي كده الوش فعلا يعني مخمل، فحاجة جميلة جدا. يا ريت تلحقوا. شعيرات من مايت سينما، بديل المايكرو بليدنج. بتقدر ترسمي بيه شعرة، وكمان الناحية التانية بيكون قلم ترسمي بيه اي لاينر كده، شعرات متطايرة. فهو حلو جدا وسعره حلو جدا، ثابت 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 ثابت، انا بعشقه. قلم الشعيرات ده من مية سينما، اختراع. مية سينما تقلان علينا، ما بتنزلهوش غير كل فين وفين. هو كده من ناحية بيكون شعيرات، ومن ناحية تانية بيبقى قلم ايلاينر بترسمي بيه يعني شعيرات كده متطايرة واحدة واحدة. فهو حلو جدا وسعره حلو جدا، وبيقعد فترة طويلة، والقلم كده مكلبس كده وحلو، فالحقوه لانه بجيب منه قطع بالعافيه. الرول اون بتاع ايفون على فكره ما بيسمرش، تحفه تحفه تحفه، وميزته ان هو بيرطب في الشتاء. في منه كل الانواع، فيا ريت تلحقوه. هو فاضل منه برضو من الحاجات اللي بتخلص بسرعه، وفاضل منه كام قطعه، فاللي عايز يلحق يطلبه بسرعه. الماسكارا دي من ايفون خطيرة للاستخدام اليومي، خطيرة. هي سودة، بتطول، بتفرق الرموش حلو جدا جدا جدا، ما بتكتلش، ما بتكلكعش، ما بتهببش، بتطول الرموش ستريت، وهتحبيها جدا 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 للاستخدام اليومي. هي مش ووتر بروف، لكنها مناسبة جدا جدا للاستخدام اليومي. الكريمات دي من ايفون نينجا، حجمها كبير وبتقعد كتير وبترطب حلو جدا، تنفع. هو متعدد الاستخدامات. يعني ايه متعدد الاستخدامات؟ يعني بيستخدم للبشرة، للايد، للرجل، للجسم كله. فهو متوفر منه دلوقتي قطعة واحدة، وهيكون عليها خصم ان شاء الله،
فالحقوا حبيبي وحبيب اي حد بيحب اي فاونديشن، ما بيأكسدش، ما بيخططش، بيفرولش، ما بيكلكعش، الفينش بتاعه ناتشرال جدا. مستحيل حد يعرف ان انت حاطه فاونديشن. لو عايزه حاجه للاستخدام اليومي وكل يوم تروح الشغل رايحه الجامعه، ده هيبقى اختيار ممتاز ممتاز ممتاز. وفي منه درجات كتيره، كل تناسب كل الناس. ما بيأكسدش ما بيأكسدش ما بيأكسدش. فاضل منه كمان قطعه واحده برضو هيكون عليها ان شاء الله خصم، فالحقوه. بنات في كمان الغسول ده من ايفون، منظف لبشرة الوجه، بيقلل من الزيوت الزايدة، بينظف المسام حلو جدا 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 للبشرة الدهنية. فهو حتى والله لو انت يعني بشرة عادية وعايز تستخدمه، هو هينظف برضو، ما فيهوش مشكلة. فهيعجبكم ان شاء الله، وكمان السعر هيعجبكم باذن الله. تسمحوا لي اكلمكم عن رير جولد ده من ايفون، برفيوم كده بريحه الياسمين. انا بعشق ريحه الياسمين، فاللي بيحب ريحه الياسمين زي اكيد البرفيوم ده هيعجبه. وده من الحاجات اللي اثبتت نفسها بجد. السان بلوك ده قسما بالله ما بيفارق شنطتي. هو ده اللي انا بستخدمه من سنين، من 15 سنة ويمكن اكتر. بيغنيكي عن الفاونديشن، وبيغنيكي عن كريم العين، وبيغنيكي عن المرطب، بيغنيكي عن الريتينول، بيحمي من التجاعيد. كريم نينجا نينجا نينجا. بص، هو سعره 700 جنيه، لكن هتوفري قصاده بتاع 3-4000 جنيه. فلو مش هتشتري حاجة اشتري ده. انا ازاي ما كلمتكوش عن البرفيوم دي من ايفن، انكانديسنس. فظيعة هي طبعا اودو بارفان، فهي تنفع جدا للبيت، على البيجامة. ريحتها كده ريحة نظافة، على فريش، على زهور بيضة، فيها سنة لزوعة، فحلوة قوي بعد الشاور. تحفة تحفة تحفة. بنات، الليب ماجيك ده خطير خطير خطير، بيدي لون حلو جدا جدا للشفايف. اهو هو ده اللون اللي بيسيبه، لونه ناتشرال جدا، وفيه اللمعة دي. بيقعد ثابت، بيقعد معاكي كذا ساعة. بيرطب الشفايف حلو جدا جدا جدا. هو اول ما تحطيه بيبقى شفاف، بتستني عليه كده نص دقيقه ولا حاجه، بيبتدي بقى يدي ايه اللون الحلو ده. والله يا جماعه، هو اصلا للشفايف، لكن اللي انت لو حطيتيه على الخدود بيبقى احلى، بيدي لون مستحيل حد يعرف ان انت حاطه حاجه. فده ينفع البنات الصغيره والبنات الكبيره كمان، هتحبوه جدا لهواة اللوك الناتشرال. وكمان الناس اللي هم ايه اخواتها او جوازاتها ما بيحبهمش يعني يحطوا مكياج، ده هيبقى حلو جدا ليهم. فالحقوا، لان فضل عدد محدود جدا جدا جدا. طبعا انا خدت دي بتاعتي، فالحقوا. اصحاب البشره الدهنيه ومشاكل البشره الدهنيه والمختلطه والاكسترا دهنيه، تجمع هنا جايبه لكم اختراع من ايفون. ده ماسك بيتحط على البشره بمعدن البحر الميت. طبعا الاملاح البحر او معدن البحر معلومه معروفه بقدرتها على التنظيف. هي بتنظف المسام حلو جدا جدا جدا، بتشفط اي دهون زياده واي حاجه بتفرزها البشره. فلو عندك مناسبه، مشوار مهم، وعايزه بشرتك ان هي ما تفرزش دهون، ده هيبقى الحل الامثل ليكي. مدهش يا بنات، مدهش مدهش مدهش. ريحته معادن، ريحته ريحه البحر يعني، فالحقوه.